أمر عظيم جدا متعلق بالقرآن. الحرف ب10 حسنات. تزود من القراءة، لعل الله أن يملأ صحيفتك وميزانك بهذه الحسنات. ولهذا يا أخوانا نقول لكم دائما في وقتنا هذا انتبهوا لهذا الجهاز الصغير هذا الذي عبث بكثيرين. جهاز صغير جدا قدر اليد عبث بالرجال غاية العبث، اسمه الجوال. صار يأخذ منهم 7 و8 ساعات و9 ساعات في اليوم الواحد. وعطل بعض طلبة العلم عن طلب العلم، وعطل بعض الأولاد عن بر والديهم. يأتي عند أبيه وأمه قد اشتاق إليه ويقبل رأسيهما ويجلس عندهما يحرك الجوال. والله إن هذا ليس من البر. كيف ينتظرانك بشفقة لمجلسك هذا ثم تتكلم معهما مجاملا ثم تستمر في مطالعة الجوال؟ هذا ليس من الأدب مع الوالدين. هذا الجوال لا يأسرك يا أخي. حدد لنفسك وقتا لا يعبث بك. دخلت مثلا إلى حساب نافع وليس بمحرم الصباح، اجعل فارقا كبيرا بين دخلتك الأولى والثانية. ثم إذا نظرت إليه أنت طالب علم ومسلم، أي مسلم حياته ثمينة جدا ما تضيع، تجعل وقتا محدودا ثم تغلقه. لا يعبث بك هذا الجوال. حياة الإنسان تضيع بهذه الطريقة. إذا كانت الشوارع مزحومة بالسيارات والمشاغل كثيرة وأعباء البيت، ثم يأتي هذا ليأخذ منك ثلث أو ربع يومك، متى ستتفرغ لأمر دينك ودنياك؟ متى ستتفرغ لطاعتك، لعبادتك، لأذكارك؟ حتى بعض الناس، وخذها يا أخي يا طالب العلم خذها قاعدة ودقق فيما أقول جيدا، إذا كان الجوال يزاحم الأذكار الصباحية فمسارك خاطئ. يا أخي لا يعبث بك هذا العبث. كل أذكارك ولا تنظر فيه إلا بعد أذكارك يا أخي، حتى لا تنساها، حتى لا تنام. وكذلك الحال بالنسبة لوردك من القرآن. إنسان يقرأ كل يوم جزء من القرآن، جاءت أخبار وجاءت أمور وجاءت أحوال فصار يتابع قال اليوم لم أقرأ إلا نصف جزء. هذا من غفلتك، خطأ. هذا وردك من القرآن هذا لا يعطلك عنه أحد نهائيا، لا جوال ولا غير جوال، إلا مرض ليس لك فيه حيلة. حتى لو سافرت يا أخي اقرأ من حفظك، حتى لو أتيت إلى طبيب خذ معك المصحف، أو حتى إذا كان في الجوال أو غير المصحف اقرأ. لا يعبث بأعمارنا هذا الأمر. هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة. يبني الإنسان في الميزان ما يجده بإذن الله تعالى في تثقيل حسناته. أما أن تضيع أعمار طلبة العلم بهذه الطريقة هذا مسار خاطئ يا إخوة. الحقيقة أنه فتنة، وأنه عبث بحياة الناس عبثا عجيبا، ولم يعبث بهم سلطان قاهر ولا أحد كبير. جهاز صغير يعبث بحياة الإنسان، حتى وهو يقود السيارة ينظر فيه، حتى وهو في المسجد يتأمله، حتى وهو عند والديه ينظر فيه، حتى وهو يقول أذكار يقول سبحان الله وبحمده ينظر فيه. أي ذكر هذا؟ أي ذكر تذكر الله تعالى وتدعو الله اللهم اغفر لي وأنت تنظر فيه؟ كيف القلب سيجتمع القلب مع اللسان؟ القلب أصلا يصاب بالغفلة ويعرضك الشيطان لعدم الخشوع في القرآن ويبعدك عن التركيز. كيف تأتي بمثل هذا؟ حتى بعض الناس يقول أذكار سبحان الله وبحمده وينظر في الجوال. ليس هذا من أدب الذكر يا أخي. ينبغي أن يعلم هذا الجهاز لا يعبث بالرجال العقلاء طلبة العلم، تعطيه حدا وتوقف نفسك عنده، ولا تسترسل أخبار كثيرة ومتنوعة وفيها، وأن يكون تأخذ منها بقدر محدود. حتى بعض الناس على الأكل يأتي عند أهله وينظر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، لما كانت يده تطيش في الصحفة، حتى ينظر الإنسان إلى ابنه يقول تأدب يا بني، كل هذا الأكل، حتى وهم على الطعام ينظرون فيه. سبحان الله العظيم إلى هذا الحد. ولهذا تعرف أن الفتنة أنواع، وأن من الناس من يفتن بمثل هذا. 7 ساعات ستمضي في جوال، و7 ساعات ستمضي في نوم. كم يبقى من عمرك؟ أتدري أن العمر إذا ذهب منه 8 ساعات في اليوم، إذا ذهب 8 ساعات في اليوم نوما، والنوم لا بد منه ولا أحد يلومك على النوم. أتدري كم عمرك في 30 سنة؟ 20 سنة، والثلث راح نوم. لا أحد يلومك أن تنام، لكن سيمضي جزء من حياتك نوما. هذا أمر طبيعي عادي. سيأتي الجوال وسيزاحم النوم ويأخذ 8 ساعات، سيمضي ثلثا عمرك في نوم وجوال. اتقوا الله يا إخوة، ولا يعبث بكم وأنتم طلبة العلم وأنتم القدوة. حتى بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يتصفح في المسجد وينظر صور في المسجد، يقول تابعوا الأخبار. أي أخبار؟ مسجد لم يبنى لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل عن الراحلة راحلته ضلت ضاعت، قال لا ردها الله عليك لأنه ما عرف أدب المسجد. فهل من أدب المسجد أن تنظر في الأخبار في الجوال وتتصفح في المسجد؟ مساجد بيوت الله عز وجل، وأنت طالب علم ومسلم لك قدر، حياتك غالية جدا، والبخل مذموم إلا بالوقت. كن بخيلا بالوقت، لا يضع الوقت في جوالات وفي سهرات وفي ثرثرة وفي ما لا ينفعك. احرص على وقتك. لو كان عمرك 100 سنة وسيضيع بهذه الطريقة، سيكون ذو 70 سنة أطول عمرا منك في الدار الآخرة، لأنه انتفع وأنت ضاع العمر بين سهرات وبين جوال وبين متابعات. فلننظر هذا ولننظر في أمر الميزان. طالب العلم ما مزية مثل هذه المسائل، يجلس يعدد يقول في القيامة ميزان، ما الذي انتفعت به بعد أن عرفت الميزان؟ انظر إلى المثقلات لهذا الميزان، انظر لما ذكرناه من أمر القرآن. الحرف ب10 حسنات. حاول أن يكون لك ورد لا يقطعه شيء إلا المرض الذي ليس لك فيه حيلة حتى يثقل الميزان. أما أن تجلس تقول فيه ميزان وفيه حوض وفيه الصراط، ثم ما الذي استفدته الآن؟ عليك أن ينعكس هذا عليك، وأن تحرص الناس على الحفظ لهذه الأوقات، وأن يكون لهذه المواقف العظام أثرها في حياتك.